من بداية الأزمة من حوالي 75 سنة لحد النهاردة، مصر قدمت القضية الفلسطينية اللي محدش قدمه، وخصوصا على الجانب العسكري. حد يقول لي هي قدمت إيه؟ خليك معايا وأنا هقول لك. أنا مصطفى الغريب وده سؤال. من سنة 1948 مصر اتحملت أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرصها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، والتاريخ بيأكد وبيحفظ ده. وعلى مر تاريخ الأزمة مفيش مرة مصر اتأخرت عن الأشقاء، دي حتى قدمت أكتر من 100,000 شهيد و200,000 جريح خلال حروبها مع إسرائيل علشان فلسطين. وخلونا نمسك الموضوع من البداية. في مايو 1948 الجيش المصري اتدخل بعد إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام ما يسمى دولة إسرائيل، وفضلت المعارك مستمرة لحد ما اتدخلت القوى الدولية وفرضت عليها الهدنة. وفي الوقت ده الجيش المصري اتحمل العبء الأكبر في الحرب ضد القوات الإسرائيلية، وكان خسائر مصر في الحرب دي آلاف الشهداء والجرحى غير السلاح. أما بقى في سنة 1967 ودي سنة مش هننساها، فبسبب المواقف المصرية تجاه قضية فلسطين كانت مصر هدف لعدوان إسرائيل في 5 يونيو من نفس السنة، واللي غير الأوضاع في الشرق الأوسط، وبقت إسرائيل بتحتل فلسطين كلها بالإضافة لأجزاء من مصر وسوريا. وطبعا مش محتاج أتكلم كتير عن اللي حصل ولا اللي تعرضنا له ولا اللي خسرناه في الموضوع ده. وبعدها بقى في 6 أكتوبر سنة 1973 خاضت مصر حربات تاريخية وحققت نصرها المجيد، وفرضت مشكلة النزاع العربي الإسرائيلي على الساحة الدولية. وفي 16 أكتوبر 73 الرئيس الراحل محمد أنور السادات طالب بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وأكد ساعتها ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية. وفي 22 أكتوبر من نفس السنة وفي ضوء المبادرة المصرية، مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 338 واللي دعا لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار المجلس رقم 242، وبدأ المفاوضات بين الأطراف المعنية لإقامة السلام الشامل في المنطقة. فكل ده بيأكد إن تحركات مصر كانت دائما وأبدا في مصلحة الشعب الفلسطيني، وقضيته بنعتبرها قضيتنا وقدمنا في سبيلها اللي محدش قدمه. سلام.